السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بما ان بقالنا تقريبا شهر واخدين الاجازه، فاحنا خرجنا، صيفنا، سافرنا، لعبنا، نمنا، مسكنا الموبايل، عملنا كل حاجه. ابتدى الملل كده يسيطر علينا، فافتكرنا كده لو رجعنا شهر ونص ورا هنفتكر بقى ايام ما كنا بنقول ده انا في الاجازه هكسر الدنيا، ده انا هسمع كورسات وهحفظ قران ومش عارفه هعمل ايه وايه، وبص هدخل السنه الجديده الدراسيه الجديده مقفله الدنيا واخده كورسات قد كده تحفه، والانجليش بتاعي تحفه وكل حاجه. بعد كده قعدنا خلصنا الامتحانات ونسينا كنا عايزين ايه، قعدنا على الموبايل عملنا كل حاجه وحسينا بالملل. عشان كده انا النهارده جايه افكركم بالهدف بتاعنا، هو ان احنا نطور ذاتنا. بس في ناس كتير بتبقى مش عارفه طب اعمل ايه، يعني ابدا منين؟ في حاجات كتير قوي عايزه اعملها، عندي اهداف كتير، عايزه اخد كورسات مثلا، عايزه اطور الانجليش بتاعي، عايزه اعمل حاجات كتير قوي، مش عارفه ابدا منين بالظبط، مش عارفه ايه الاهم وايه المهم. هل اخد حاجات كتير قوي بس يبقى الاستفاده قليله، ولا اخد حاجات قليله والاستفاده تبقى كبيره؟ عشان كده في الفيديو ده هقول لكم ازاي ننظم اجازتنا صح، ونعمل خطه نقدر نطلع بيها من الاجازه مستفيدين اقصى استفاده، وفي نفس الوقت مستمتعين بالاجازه وحاسين ان احنا كده انجزنا. بس قبل ما نبدا الفيديو بتاعنا نقول شعارنا، وهو: هل يمكنك تخمين ماذا سيحدث اذا استطعت التخيل؟ في اللغه الانجليزيه can you guess what would happen if you could imagine. حاجه هنركز عليها عشان نطور من نفسنا في الاجازه ونستغلها باحسن استغلال، وهي ان احنا نركز على الكيف وليس الكم. بمعنى دي مقوله دايما معلمتي بتقولها لي في حفظ القران، وهي ان مش لازم تحفظي او تعملي حاجات كتير قوي بس الحفظ مثلا او الحاجه اللي انا عملتها دي ما تبقاش احسن حاجه. انا ممكن اعمل حاجات قليله بس اعملها كلها صح وكويس جدا وابقى متقناها عشان اطلع باقصى استفاده. انا مثلا لما ابتديت الاجازه بتاعتي كنت متحمسه جدا، وخلاص بقى انا هاخد مليون كورس في الحياه، وبدات على منصه اسمها منصه معارف. قررت اني هاخد عليها كورسات، وهي كورسات مجانيه، بيبقى ليها شهاده بعد ما اخلص الكورس كامل، وده طبعا مش اعلان يعني. فكنت متحمسه جدا لدرجه ان كنت بخلص الكورس تقريبا في يوم او يومين بالكتير، وبحس بقى ان انا اخدت الشهاده وبتاع. بس لما فكرت فيها صح، هل انا طبقت اللي انا اخدته في الكورس بنسبه، يعني الاستفادة اللي طلعت منها ممكن تكون بنسبة 50% بس. بينما أنا لو سمعت كورس برضو بس مثلا على أسبوع، خليت كل كورس في أسبوع، هلاقي نفسي مع الوقت خلصت كورسات مش كتيرة قوي زي ما أنا كنت متوقعة، لأني أكيد لو خلصت كل كورس في أسبوع هخلص كورسات أقل من إني أخلص مثلا كورس واحد في يومين. فاحنا أول حاجة هنعملها إن احنا هنركز على الكيف وليس الكم، يعني احنا نخلص حاجات قليلة بس نخلصها بأحسن جودة. طيب ماشي، بس انا مش عارفه ابدا منين، حاسه ان انا تايهه في حاجات كتير عايزه اعملها بس مش عارفه ابدا بانهي الاول، وخايفه الاجازه ما تقضيش وكل حاجة. معايا. أول حاجة احنا لازم نركز على الأهم ثم المهم. يعني انا هجيب ورقه هكتب فيها كل الاهداف اللي انا عايزه اعملها في الاجازه. مثلا عايزه اخد كورس مونتاج، عايزه اخد كورس برمجه، عايزه اخد كورس انجليش، عايزه اخد عايزه احفظ القران، اي حاجه تانية. عايزه مثلا اتعلم التصوير بالكاميرا، ان انا اصور مناطق طبيعيه مثلا او كده. وفي نفس الوقت مش عايزه احرم نفسي من الحاجات اللي بحبها، زي مثلا فيديوهات بحب اتفرج عليها، كرتون، حاجه. عايزه برضه اخرج مع صحابي واعمل كل اللي انا نفسي فيه. دي في الاول وفي الاخر اجازه، يعني انا محتاجه افصل، محتاجه اعمل الحاجات اللي انا عايزاها. فاحنا هنرتب من الاهم للمهم، يعني زي ما قلت لكم هتكتبوا كل اللي انتوا عايزين تعملوه في الاجازه، وبعد كده هنرتبها. زي مثلا حفظ القران، فده هيبقى اول حاجه انا محتاجه بجد ان انا احفظ القران، او على الاقل اعمل لي ورد يومي من قراءه القران. بعد كده ان الانجليزي بتاعي ضايع، محتاجه اظبطه، لان الانجليش حاجه مهمه جدا، فبالتالي هيبقى تاني حاجه الانجليش. تالت حاجه مثلا اني اتعلم برمجه، لان البرمجه برضو حاجه مهمه ومحتاجينها في مستقبلنا كتير. طيب في حاجه فرعيه زي اني مثلا اتعلم التصوير، مش ضروري قوي ان انا اتعلمه دلوقتي لانه مش حاجه ملحه، يعني مثلا مش انا مثلا في كليه او في مجال مضطره اني اصور فيه فمحتاجه اتعلم التصوير ضروري. لا، انا ممكن اتعلمها الاجازه الجايه، ممكن اتعلمه في اي وقت تاني، حتى بعد ما اخلص كل المهام اللي انا عايزه اعملها زي كورس الانجليش، حفظت القران، كورس البرمجه. فبعد كده بعد ما اخلصهم ابتدي ابص على الحاجات المهمه اللي هي اقل اهميه من الحاجات الاهم. طيب تمام، انا كده خلاص عرفت ان انا هنرتب من الاهم للمهم. دلوقتي انا محتاجه اعمل تو دو ليست اليومي عشان ما يبقاش اليوم كده فاضي، او مثلا النهارده هحفظ، النهارده هاخد مثلا فيلم او حاجه تطور الانجليش بتاعي. مش عايزه الدنيا مفتوحه، انا عايزه احدد اهداف عشان اقدر امشي عليها. فانا هقسم التو دو ليست بتاعتي بتاعت كل يوم ساعات. يعني مثلا هقعد ساعه كامله، اول حاجه هقعد ساعه كامله احفظ فيها القران او اقرا ورد اليومي. هقعد ساعه كامله اسمع فيها فيلم او بودكاست او اي حاجه بالانجليش عشان تطور الانجليش بتاعي. بعد كده هقعد ساعه كامله مثلا
اتفرج على حاجه انا بحبها. لو في كورس معين انا مشتركه فيه او انا بتابعه هاخد ساعه كامله من الكورس ده، هكذا وهكذا. هقسم يومي ساعات، يعني كل حاجه معينه ساعه. وفي حاجات ممكن تبقى عايزه اكتر من ساعه، يعني في حاجات ممكن تاخد مني ساعه ونص، ساعتين، على حسب. بس في ناس ما بتنفعش معاها الطريقه دي قوي، وانا منهم، ان انا ما بعرفش اقسم يومي ساعات ويبقى عامله كذا حاجه في يوم واحد. فاحنا في الحاله دي هنضطر نروح لبلان 2، وهي ان انا هقسم يومي او هقسم الاجازه بتاعتي اسابيع. يعني اسبوع هبتدي ان انا اذاكر فيه مثلا الانجليش مع القران، ده دايما انجليش مثلا وحفظ القران، وجزء معين مثلا حاجه انا بحبها، او حتى مثلا ممكن يكون جزء من كورس بسيط. لو اقول لكم انا اسبوعي مثلا بيمشي ازاي، فانا عندي يومين فيهم كورس سوفت سكيلز، فانا محتاجه اليومين دول ابقى مركزه على السوفت سكيلز، مدياله تقريبا ساعتين اسمع فيها المحاضره والخصها واكتب حضوري وكل الحاجات دي. عندي برضو حلقتين قران في الاسبوع، فبضطر احفظ ليهم او اراجع وردي عشان ادخل اسمع في حلقتي. انا مثلا مشتركه في كورس برمجه في مبادره اشبال مصر الرقميه. حاليا احنا واخدين اجازه لان الحمد لله سلمت المشروع بعد ما خلصت امتحانات على طول. بس عندي سمر كامب كمان اخر شهر 7. بس كمان عندي محاضره كل يوم جمعه الساعه 2، بيبقى فيها حاجه كده ايه، مثلا بيجيبوا لنا حد كبير يكون عدى بتجارب كتير يحكي لنا تجربته بقى في التعليم والماجستير والدكتوراه والحياه. والحاجات برضو اللي بحب اعملها في اسبوعي هي اني بسمع بودكاست ديني وانا بصب المواعين. بجد يعني تصميم المواعين ده خدوه استغلال، ان انا بستغله ان انا وانا بصبن ببقى حاطه السماعه وقاعده بسمع بودكاست ديني، بيبقى تحفه قوي. بحب بودكاست ايه المشكله وفاهم. وفي بودكاست برضو هنحاول، وده بودكاست بتقدمه بنوته، بتجيب برضو بنوته تانية بيتكلموا فيه عن الحجاب والحاجات دي. اول اسبوع في الاجازه مثلا كورسين او كورس ونص صراحه، لان الكورس التاني ما كملتوش، انا حسيت ان هو مش مفيد قوي. بس كانوا عن التصوير، وكورس تالت عن المونتاج. هي بتبقى كورسات خفيفه وسهله كده، هو ممكن تخلص معاكم في وقت قليل لو انتوا هتقعدوا مثلا اليوم كله عليها، انتوا هتخلصوها في اقل من يوم حرفيا. بس انا ما بحبش برضه زي كده، لان انا قلت لكم اهم حاجه الكيف وليس الكم، ان انا مش هخلص كورس كله في يوم بس ما استفدتش منه بنسبه كبيره. انا هخلصه كله في يوم وتاني يوم هنساه اصلا. غير لما اقسمه على الاسبوع بتاعي، فيبقى كل يوم ساعه، او مثلا كل 3 ايام في الاسبوع لحاجه معينه او حاجتين، اليوم متمحور حواليه. في اخر اليوم خالص بحب اسمع حاجه انا بحبها، بس مش هقول لكم هي ايه، توقعوا انتوا بقى. بس كده، يا رب يكون الفيديو عجبكم ويكون قدرت افهمكم انا قصدي ايه. فيلا نجمع نقاط سريعه على الفيديو. اول حاجه وهي ركز على الكيف وليس الكم. تاني حاجه وهي رتب اولوياتك من الاهم للمهم. تالت حاجه وهي ازاي نعمل تو دو ليست يوميه او حتى اسبوعيه. وان شاء الله لو مشينا على البرنامج ده طول الاجازه هنطلع في الاجازه مخلصين حاجات كتير قوي. مش شرط يكون حاجات كتير جدا، بس مخلصين حاجات استفدنا فيها من الاجازه، حاسين ان احنا عملنا انجاز حلو. من الحاجات برضو اللي بحب اعملها في مثلا يومي او بعتبرها انجاز، وهي ان انا اصور لكم الفيديو ده، لان بجد بتعذب عقبال ما اصوره. فاتمنى تقدروا ده وتحطوا لي لايك. قولوا لي في الكومنتات افكار فيديوهات عايزين نتكلم عنها الفتره الجايه، وخاصه ان انا خلصت ثالثه اعدادي، فممكن اعمل لكم فيديوهات عن ثالثه اعدادي، افضل مدرسين للاعداديه وكل الحاجات دي. فلو الافكار دي عجباكم اكتبوا لي في الكومنتات ان هي عجباكم عشان اعملها لكم في الفيديوهات الجايه ان شاء الله. وبس كده، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. معلومه: رد السلام ب30 حسنه.